السلام عليكم ومرحبا بكم عندي في القناة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو اللي غادي نشارك معكم. هذه الحلوى ديال الكاليت اللي كتجي صراحه رائعه، كتنافس ديال المحلات التجاريه بواحد المذاق رائع، واحد النكهه خطيره. جربوها وردوا عليا ان شاء الله. بالنسبه للمقادير والطريقه غادي نبداوها ان شاء الله بسم الله. بالنسبه للمقادير عندنا هنا حبه ديال البيض، عندنا كذلك رشه ديال القرفه كيعطيها واحد النكهه رائعه صراحه. وجربوها بهذه الطريقه وردوا عليا، كتبوها لي في التعليقات. بالنسبه عندي هنا واحد الساشيه ديال الخميره ديال الحلوى ب 8 غرام، واحد الساشيه ديال الفاني، وعندي هنايا قلت لكم العسل، معلقه كبيره ديال العسل تكون عمره. العسل كيعطيها واحد التعليكه خطيره. عندي هنايا كاس الا ربع ديال الزيت، وعندي كذلك نص كاس ديال السكر. اللي كتعجبكم شويه الحلاوه عملوا كاس الا ربع، حيت انا عامله هنايا العسل عليها نقص من السكر. والطحين حسب الخليط، عندي تقريبا تمايا واحد 400 غرام هكاك ديال الدقيق. غنبداو اول حاجه عندنا نضيف قبصه ديال الملح، هي الاوليه، وغادي نضيف البيض ديالنا، غادي نضيف كذلك السكر، وغادي نضيف الساشيه ديال الفاني، وغنخلط كلشي مع بعضياته. البنات اللي اول مره كتشاهدوا القناه ديالي، مرحبا بكم عندي. ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتكليكوا على داك الزر الجرس باش كيوصلكم اي فيديو حطيته جديد. وما تنساونيش كذلك اللايك وواحد التعليق زوين بحالكم باش تعمل فائده اكثر، وكذلك تجي تخلوني نعطي اكثر واكثر. والبنات اللي قدامين مرحبا بكم من جديد معايا. القناه راه قناتكم، وشكرا بزاف على التعاليق السابقه، شكرا بزاف على بزاف الحاجه كتعطيوها ليا في التعاليق باش نزيد نعطي اكثر واكثر. هنا كنضيف كذلك الزيت. بالنسبه للزيت بحال قلت لكم كاس الا ربع ديال الزيت. وضروري الزيت نخلطو مزيان، ضروري الزيت نخلطو مزيان، ما يبقاش بحال هكا الزيت على الوجه. ضروري الزيت يتخلط، نتاكد ان الزيت ما بقاليش على الوجه. هاد القضيه كاينه نعملوها في الحلوى، نعملوها في الكيك، اي حاجه كنضيفوا لها الزيت ما نخلطوها مزيان مزيان. هنا كنضيف ديك معلقه ديال العسل اللي هي ضروريه في هذه الحلوى ديال الكاليت باش كيعطيها التعليكه وكتعطيها واحد المذاق حتى هو رائع رائع. كنكمل التخليط ديالي، المقادير اي حاجه كنضيفها كنخلطها ضروريه. غادي نضيف هنايا واحد الساشيه ديال الخميره، عفوا اول حاجه غادي نضيف هي ديك رشه ديال القرفه، غادي نضيفها. ومن بعد غادي نضيف ديك الساشيه ديال الخميره، ضروري نغربلها. انا كتعجبني الخميره نغربلها. كتكون بعد مره بارده في الحانوت، كتكون بعد مره بارده كيبقاو فيها دوك الكويرات، يعني ما كتدخلش كامله في الخليط. ليها كنفضل انني نغربلها. هنا من بعد ما ضفت ديك الساشيه ديال الخميره وضفت كذلك الدقيق، راه مشى ليا غير المقطع، كان مشى ليا سحاب لي كيتصور ولقيتها انه ما كيتصورش. المهم هنايا نتوما كتشاهدوا العجينه كيفاش غير كنجمعوها، ماشي ضروري كنعجنوها. كنضيف الدقيق تدريجيا شويه بشويه حتى كنشوف ان العجينه مابقاتش كتلصق لي في اليدين صافي، وكنحبس. وما تكونش العجينه قاصحه وما تكونش العجينه رطبه وثاني بزاف تستحلينا الكاليت في الفران. صافي هنايا كنتاكد انها واجده. شوفوا كيفاش كتكون العجينه رطبه في اليدين، كتشكلها كيف ما بغيتي في اليدين. هنا كنبدا نكورها معكم ساهله. كناخذ الكميه بالنسبه ممكن انكم تعبروها في الميزان، انكم باش تعملوا قياس واحد. صافي انا كناخذ واحد الكميه ما بهاش العبار اللي بغيت، انا كنكورها بحال هكا في يدي. هانتوما شوفوا كنكورها في يدي وكنبسطح يدي باش تهبط واحد شويه. شوفوا كيفاش حالي كتشاهدوا. صافي وكنكمل هاد الحلوى ديالي كامله كنكتفها في اللاطه. بالنسبه للفران، اذا كان عندكم فران ديال الغاز كنشعلوها العافيه تكون مهيله بحال اللي كنطيبوا الكيكه، بحال اللي كنطيبوا الصابلي. العافيه من التحت على عافيه مهيله بزاف حتى تبان لينا انها بدات كتحمر، عاد كنشعلوا ليها الفوق اولا كنهبطوها لتحت، كيبقى اختياري ديالكم. صافي هنايا انا هذيك الحبه كانت بانت ليا صغيره، قلت لا غادي نكبرهم شويه عليها باش عاودتهم ديك الجوجه الاولى تقريبا كانوا بانوا لي كبارين. بالنسبه للصينيه ديال الحلوى، انا فرشت لاكار ديال الزبده كيجيني افضل ملي كتبقى لي الحلوى نقيه وفي نفس الوقت ما كتلتصقليش في اللاطه. بحال اللي كتشاهدوا كنكورها بحال هكا وكنبسطح عليها ساهله، وكتوجد دغيا. هاد الحلوى الكالي كتوجد دغيا، والمذاق ديالها يا سلام، والله ما تشبعوا منها، بحال ديال المحلات والمخابز.
هنا كنحاول باش نجيبهم من نفس العبر يكونوا تقريبا قد بعضياتهم. صافي غنكمل الكمية اللي عندي كاملة تقريبا كتخرج لينا واحد 18 حبة حتى 20 حبة على حسب اذا كبرتهم راه غادي يجي العدد اقل، واذا صغرتهم راه غادي يجي العدد كبير. بالنسبة لهنايا التزيين ديالهم غادي عندي هنايا حبة صفر ديال البيض مع شوية قهوة سريعة الذوبان، نخلطهم مزيان مع بعضياتهم بواحد الفرشيطة غير بشيتة عفوا. كنعملهم هكا في الوجه باش كيعطيونا داك اللون الذهبي اللي كيجي رائع اللي كيتزين به هاد الحلوى د الكاليط. بالنسبة إذا بغيتو في التكوير ديالهم، إذا ما بغيتوش أنكم تكوروهم ممكن أنكم تعملوهم في وسط جوج ورقة ديال الزبدة أولا بلاستيكات وكنطلقوهم باش كيجيو وكنقطعوهم بالكاسة ولا نقطعوهم بالقطاعة كيف ما بغيتو. زعما كل واحد كيبقى اختياري كيفاش بغى الطريقة كيفاش يستعملهم. أنا كتعجبني هاد الطريقة كنكورهم بيدي ونبسطهم فقط بيدي كتجيني أفضل. صافي كنكمل كمية ديال هاد التزيين كامل ديال البيض في الحلوى كاملة، كنعمل الوجه ديالها كامل وكناخد واحد فرشيطة وكنزوق بها. هانتوما كيفاش كتشاهدوا غنزوق بحال اللي كنعمل علامة ديال زائد. شوف يدي خفيف ما كنتكيش بزاف على الحلوى، يدك خفيفه كتعمل بحال علامه ديال زائد. كيجي الزواق هذا كيعطيها واحد رائع، كيجي صراحه كيزينها. كنكمل الكميه كامله اللي عندي صافي وغندخلها الفرن اللي قلت لكم ديجا انه عندي سخون على عافيه مهيله ودغيا كطيب ما كتديش الوقت بزاف بحال. صافي من بعد ما طابت هذا هو الشكل ديالها. شوفوا كيفاش كتجي محمره بهذه الطريقه وداك اللون الذهبي ديالها صراحه كتجي غزاله وما تشبعوش منها. جربوها وردوا عليا ان شاء الله في التعاليق. هنا كنقرب على نهايه ديال الفيديو. شكرا على المتابعه ديالكم، شكرا بزاف على التعاليق اللي كتزيد تشجعني اكثر واكثر. هنا بحال اللي كتشاهدوا غادي نستفها في هذا الطبسيل وغادي نشارك معكم وحده تشوفوها كيفاش كتجي. غادي نقسمها معكم وشوفوها كيفاش كتجي معلكه. واذا بغيتو تذوبوا المقادير دبروا المقادير. والطريقه الاحتفاظ ديالها بحال اللي كنحتفظوا باي حلوى عاديه. ضروري نعملوها في بلاستيك اولا في بواطه تكون مسدوده مزيان باش ما تبرد ليناش، حيت ملي كتبرد كتزيد ترطب كتر وكتر. وتبارك الله هاد الكميه هادي اذا جاو عندك الضياف هيدا على غفله تبارك الله كميه تنزلها في الطبيسيل بحال هاشكل كميه مزيونه بزاف. شوفوا كيفاش كتجي صراحه كتجي هشيشه من داخل وكتجي صراحه يا سلام. صافي هنا وصلت لنهايه الفيديو. شكرا على المتابعه ديالكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. كنتمنى هاد الحلوه تعجبكم.